السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسمي ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلوقتي هعمل معاكم الرز بلبن بطريقة كويسة أوي أوي بمكون واحد. هتاكلي لبن ابتدى رز بلبن زي بتاع ملكي بالظبط، ولا كريم جانتيه ولا أي حاجة في أي حاجة، حاجات بسيطة وسهلة. وهنقول المقادير إن شاء الله. أنا حطيت كوباية رز 200 جرام، على لتر من المية، وغليته وسويته كده بالطريقة دي لوحده عشان ما اخدش من وقتكم، ما اخدش وقت من حضراتكم. وسكر حسب الحاجه. والمكون اللي هيخليه كريمي قوي قوي وتاكله من غير اي حاجه رز بلبن تحفه. القشطه ده وش اللبن بشيله، دي قشطه. 2 فانيليا، جوز الهند. هنبدا نحط غاليين طبعا 2 لتر من اللبن، 2 كيلو. على فكرة أنا ما بحطش نشا خالص للرز بلبن برضك زي الكشك الألمازية. أنا بعمله منه فيه، بيستوي منه فيه، بيدخل منه فيه، بتيجي تاكليه كأنك بتاكلي يعني مهلبية، حاجة بسيطة جميلة جدا. هتجربيه وهتقولي لي في رأيك فيه إيه. دلوقتي إحنا هنحط الرز اللي اتسلق في المية أهي. بسم الله الرحمن الرحيم. في 2 كيلو من اللبن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنبدأ نولع كده ونسيبه يغلي ويستوي براحته قوي 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 كده، لغايه لما ياخد ويدي معايا ويفك الرز ده اللي انا سلقته ويغلي في بعضيه. واول ما يغلي يا رب يستوي هقول لكم هعمل ايه. دلوقتي اهو الرز فك في اللبن اهو وبدأ يغلي معايا. بس اهم حاجه من شروط نجاح الرز بلبن ده لازم يكون لبن جاموسي، يكون عند لبان، يكون انت واثقه فيه وفي اللبن بتاعه. ليه؟ لان هيديكي طعم جميل قوي قوي. بصي انا ولا هحط نشا ولا اي حاجه، كل ما يغلى كل ما هيشرب اللبن ده. وهبدا احط السكر حسب التذوق بتاعك. بتحبيه مسكر قوي حطي، بتحبيه مظبوط وينطعمه كده يعني مبلوع اعمليه حسب التذوق بتاعك، حسب ما انت بتحبي انت واولادك. اهو بصوا انا دلوقتي هفضل اقلب كده، هقلب هيبدا يغلي معايا. هبدا احط معاكم القشطه بقى اللي هتخليها ناعمه 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 كريمي كريمي اهو. ومش هاجي جنبه، هسيبه كده لمده ربع ساعه تلت ساعه بالكتير، وهو ياكل ويدي مع بعضيه لغايه ما الرز يدخل وحياءه زي ما انتوا قلتلكوا زي ما انتوا عايزين. وطبعا بعد ما نخلص هنصبه في الاطباق دي، ووش هنزينه بمين؟ بجوز الهند. عندك زبيب حطي، ما عندكيش انا شويه هحطهم بالزبيب وجوز الهند وشويه لا، لان في ناس ما بتحبش الزبيب. وهسيبه كده يغلي مع بعض ومش هاجي جنبه لما يستوي كله بيتقل مع بعض، لاني كنت طبعا الرز مليان نشا، فانا مش عايزه احط نشا وضيع طعم الرز بلبن. وهتدوقوه هتدعوا لي. ودقيقه واحده قبل ما اخلص واصبه. الفانيليا اخر حاجه احطها عشان ما تمررش، لان لو حطيت الفانيليا دلوقتي هتمرر. اول ما الاقيه بدا يتشكل معايا هبدا احط الفانيليا بس. وبعد ما وصلت للمرحله دي انا سبته اكتر من ربع ساعه اهو، زي ما شفتوا كده، ولا نشا ولا اي حاجه خالص. بصوا كده المرحله دي، بصوا كل ماده اللبن بيشرب جوه الرز، الرزايه بتشرب اللبن. بصوا هبدا احط بسم الله الرحمن الرحيم الفانيليا واقلب. اخر حاجه تحطها الفانيليا عشان ما تمررش. انا عايزه بس توصلوا للمرحله اللي انا فيها دي كده. تفضلوا تقلبوا عشان ما يبقاش فيه قعر فيه، والرزايه تبقى شاربه من اللبن كده. شايفين بدات خلاص كده، خلاص مفيش 5 دقايق اهو، وهقفل عليه وهصبه ان شاء الله قدامكم. خليكم معايا دقيقه واحده، مش هاخد من حضراتكم دقيقه اهو. انا عايزه اما اجي احط الرز احط الرز وده على الوش كده. اوعوا تفتكروا ان ده الرز هيبقى مفكوك، لا، ده لما يبرد خالص هتاكلوا احلى رز كلتوه في حياتكم. ولا جريم جانتيه بال 80 ولا ب 20 ولا ما اعرفش ايه، لا، اللبن بس والرز والسكر والفانيليا وحبه القشطه اللي على وش اللبن كده. هبدا اصبه في الاطباق اهو. انا عايزه اوصل للمرحله دي، يتغلغل كده الرز في اللبن اهو. شايفين كده مش هيبقى خفيف، خلي بالكم هيتقل معاكم لما يبرد عشان هو سخن، فتحسوا ان هو لسه. هقفل عليه واصبه وارجع لكم ان شاء الله. دلوقتي انا صبيت الرز بلبن في الكاسات اهي.
زي ما انتم شايفين. وعايزاكم تجربوه من غير نشا، ما تحطوش نشا في الرز بلبن. وهو لسه سخن اهو، لسه صباه والله وحطاه اهو. وهنبدا نحط ابتدى جوزة الهند. لو هو خفيف وهينزل في الارض، الجوزة الهند معايا هتنزل في قعر الايه الطبق. لكن بص اهو اهو، عشان انا عندي في ناس بتحب جوزة الهند وفي ناس ما بتحبوش. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهو. وتسيبوه يبرد خالص ويسقع، هتاكلوا احلى رز والله. قسمت بالله هتدعوا لي فيه ان شاء الله، هتدعوا لي. أهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن عجبكم الرز بلبن إن شاء الله اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وإن شاء الله بإذن الله أنول إعجابكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.